غمضوا غمضوا. غادر والله وغلط. هادي يا سيدي. وقعد عليا. بتاعتك عايزه حبل؟ جيب لها حته، جيب لها حته. تعالي لسه في السما. قول لها رفع. هجيبها لك هجيبها لك. انت اقعد على المفرش اللي انا حطاه. ايش العبوا سوا. فين الحبل بتاعها؟ طول لك الحبل بتاعها شويه. ده احلى اشكال معاها. بتاع بعيد يا رف، مين اللي يروح يجيبها كده؟ يعني بتاعت وين قلبه جميل. هتسمعوا الكلام من حبيب ماما انا عشان ماما جابت لكم حاجه حلوه. انا بحب. انزلها لي يا بينا بالبتاع بتاعك. لا يا تعالى نتفرج على البتاع. شايفه هتقول لها انا انزلها بالبالون. شيلنا انا هجيب. بس يا رجال. ماما حلوه المفاجأة. حلوه كتير كتير كتير. حلوه؟ كل مرتبين والشراء لمده يومين. لا 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 لا. لا مفيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. يا رب دايما تكونوا بفرح وسعادة. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركات. اللهم أمين يا رب العالمين. يجي علينا العيد يا رب لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يسعد قلوبكم جميعا وينور حياتكم ويبارك لكم في حياتكم في أولادكم. اللهم أمين يا رب العالمين. يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. ما تنسوش تدعوا لأبويا وأمي بالرحمة وأمواتنا أجمعين. ربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم في الجنة ونعمنا الجنة ونعمها. اعذروني أنا بسجل فيديو والله بصراحة وأنا تعبانة جدا جدا. دعوة حلوة كده من قلبكم وحطوا لي اللايك كده. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشجعوني كده. هل كان يا ولاد والله هلكت اول الفتره اللي فاتت دي. يعني بصوا قلبت الشقه. يعني المفروض ان انا حامل وكده ما اعملش اي حاجه بس ما قعدتش بصراحه. بس عشان اشجعكم عشان انا اصلا يعني طبعي كده فما بقعدش بصراحه. كان عندي شويه غسيل كده قلت اطبقهم واقوم بقى اقلب ايه يا حبايبي اوضه النوم. بصوا هقلبها يعني مش عارف انا هعمل فيها ايه. قلت اطبق شويه الهدوم دول الاول وبعد كده كان في عربيه معديه كده جايبه عنب وبعدين اشتريت منها عنب للولاد. وكان في واحد كده بيبيع حاجات كده اللي هي بتطير دي اللي هي طيارات وكلام من دي يعني. فولادي كان نفسه فيها قوي كان نفسهم فيها فعملتها لهم مفاجاه وما رضيتش ان انا اعمله بصوتي. سبته كده على الطبيعه بدون مونتاج. هو اول الفيديو هتشوفوه كده. يا رب اكون دايما خفيفه على قلبكم. يا رب اكون بفيدكم لو بمعلومه بسيطه. يا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك كده وكومنت حلو من قلبكم وتشجعوني. ربنا يدومكم نعمه في حياتي. اللهم امين يا رب العالمين. بكم معاكم مكمله ان شاء الله باذن الله. فقلت برضك كان الهدوم بتاعت الصيف قمت شدهم كلهم من الدولاب. كنت مطبقه شويه على شويه. بصوا يعني مش كانوا مترتبين فانا كان بصراحه كنت شايله هم كبير قوي. فقلت لا بقى ما بدهاش. هجيب الهدوم بقى واطبقها كلها. هجيب اللي متطبق ومن اللي مش متطبق كله اوضبه كده زي ما انتوا شايفين. هم هايصين كده مبسوطين بالطيارات بتاعتهم دي.
وانا عماله اقول لهم المروحه لو خبطتها هتفرقع منكم. طبعا دخلت كده ايه الدولاب جوه اطبق الهدوم زي ما انتوا شايفين كده، يعني كنت بقى ايه غسلت المفارش وايه ورصيتها في الدواليب ومسحت الدولاب وسبته ايه، كنت عاملاه بالليل وسبته كده ينشف. وبعد كده قلت بقى ايه اخش بقى افرش المفارش فيه وارص بقى الهدوم كده ايه منظمه يعني، وانظم كل حاجه لوحدها. انا بحب النظام جدا يا حبايبي، يعني بصوا النظافه دي شيء اساسي، وبحب النظام جدا جدا، وبحب كل حاجه تكون في مكانها، وكل حاجه يعني كل حاجه في مكانها، مش شرط الهدوم، كل حاجه اي حاجه تانية غير الهدوم زي ما انتوا شايفين كده ايه. لسه شايفة حاجة زي بتاكل كده. فدخلت بقى ايه، دخلت عملت الهدوم كده، دخلت عملت الهدوم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ايه اروقهم كده حبايبي. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك كده، واللي لسه مشتركش يشترك قناة منوعات الغندورة. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كده دخلت ارصهم، تعبت والله يا حبايبي، تعبت قوي قوي، بس ولا يعني مش هقعد بصراحة يعني. الدفايات دي كانت مالية الدولاب عندي اصلا، يعني دي الدفايات بتاعت الشتاء، طبعا ملهاش اي لازمة. شهرين 3 يا حبايبي وتاني نرجع تاني نطلع الدفايات. شغلانة بصراحة، شغلانة والله. المشكلة ان انا عندي الدولاب صغير، مش ان انا ممكن ارص بقى ايه الشتو بقى في يمة كده والصيف في يمة، لا الدولاب عندي لازم اشيل الصيف كله واحط الشتوي، اشيل الشتوي كله واحط الصيفي كده يعني، ما عنديش مكان خالص خالص يعني. فالحمد لله على كل شيء. انا بشيلهم بقى كده احطهم تحت السرير في شنطة او احطهم فوق الدولاب عادي يعني، اي مكان متاح. جبت كده شوية معطر وقلت بقى مش بالده اقعد بقى زي ما انتوا كده شايفين كده. قعدت ما قدرتش ان انا ايه اقوم ان انا افضل واقفة، او ان انا مثلا ايه بطنها توجعني، فقعدت. فقوم كده الشجاعي كده مش عدت قادرة بصراحة. انا يعني الحمل ده مختلف تماما عن اي حمل، مش عدت قادرة، تعبت بس هكمل، لازم هكمل. رغم بنت عمالة تقول ايه يا ماما ايه يا ماما بتعملي كده ليه؟ قلت لها مش عارفة يا رغم، بطني وجعتني. آه، بصوا كل حمل كل اول مره مش يعني بتختلف عن المره التانية عن المره التالتة. ربنا يبارك فيها يا رب. رهف بصراحه بتبقى عايزه تساعدني في كل حاجه، بس انا عشان هي صغيره مش عايزه اتقل عليها في الشغل قوي، ومش عايزاها ايه يعني اجتهدها في الشغل معايا. فهي لسه عيله برضو في سنه اولى ابتدائي، مش قد الشغل. فبصراحه هي بتبقى عايزه تعمل معايا كل حاجه، فانا لو عملت هي عملت معايا هطول. فبحب ان انا انجز بقى وكده، فبعمل لوحدي. فما تنسيش بقى تحط اللايك لرهوفة ودعوة حلوة من قلوبكم كده. وقوموا كده. على فكرة الفيديو ده بقى له 3 4 ايام انا مش قادرة اسجله اصلا، ولا قادرة ادمجه، ولا قادرة انزله من ضغط الشغل. ونفسي بصراحة انزل كل الروتينات اللي انا عملتها، آه، انزل كل الروتينات اللي انا عملتها. انا مسحت الدولاب وسبته يصفى شوية ينشف شوية، وبعد كده قلت اروق بقى الهدوم اللي ملهاش لازمة واللي ليها لازمة واللي كده، او اللي يعني اظبط الدنيا. نسيت بقى احط المفرش تحت، انا سبته ينشف الاول يا حبايبي، لان انا مسحاب معطر فلازم ينشف الاول. هتقولي لازم يا مرهف وانت حامل، فاقول لكم يا حبيبي طالما عملت حاجه مش هقدر ان انا ايه ما اكملش بقيه الروتينات وبقيه الشغل بصراحه يعني. فقلت كده خلصت كده رصيت الدولاب ودخلت كده على المطبخ اعمل اي اكله لولادي. طبعا كنت مطلعه قطعتين لحمه، كان عندي حتتين لحمه طلعتهم، وقلت اما اطلع اخش بقى ايه اعملهم للولاد، واعمل لهم ايه اعمل طبقين طبيخ كده
مش هكتر لان يا حبايبي الطبيخ ما بتاكلش قد كده في الصيف في الحر. ماشي، ما بتاكلش في الحر. اما النواشف هي اللي ماشيه يعني. الولاد بتحب النواشف قوي، بتحب الحاجه الناشفه، ما بتحبش الطبيخ والكلام ده. فقلت بقى ايه، ادخل بقى اعمل ايه شو يعني. بصوا انا بقطع في الكلام، مش قادره ادعوا له كده، والنبي بالله عليكم ادعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم. ربنا بس ايه يكمل لي على خير وينتعني بالسلامه ويديني الصحه، اللهم امين يا رب العالمين. عشان ربنا يخليني لولادي كده يا رب، لا يتحرموا من غير امهم ابدا، ولا اي ضنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ولا يتحرم من ضنانا، ولا يتحرق قلب ام على ضناها ابدا. طبعا فرمت البصل في الكبه، ما قدرتش ان انا اقطعه على ايدي. وعملت ايه، ما كترت الصلصه شويه عشان هعمل طبقين باميه. برضو عندي كيس باميه كده في الفريزر متفرز، قلت بقى اطلعه كده اعمل منه افطر منه كده. حطيت بس قرنين فلفل كده حراق. بصراحه طلعت التسبيكه يعني حراقه شويه. هي كده كده ولادي اصلا ما بيحبوش الباميه، مش لهم تقول عليها. طبعا بصوا كنت مولعه على الاربع عيون، حطيت الفاصوليا هنا تتسلق، والرز هناك بنطبخ، والصلصه، وبعد كده اللحمه. نص كيلو اللحمه اللي انا حطيته، وما حبيبي زي نص كيلو برضو كده. فحطيته بقى، كنت ايه مطلعاه غسلته حلو بليمون، وبعد كده ايه حطيته. كان عندي بقى كنت جايبه طماطم كنت جايبه شطه من السوق، عايزه اعمل هريسه شطه. فقلت بقى ايه وانا واقفه في المطبخ اعملها بالمره وكده. بس بصراحه يومها ايدي فضلت طول اليوم من ساعه ما عملتها الظهر لعند اخر اليوم، وهي يعني مولعه نار. عملتها طبعا يعني عملتها هرستها كلها، عملت هرست الشطه كلها ومسحت الخلاط كده بحطه في كيس. حطيه في كيس ليا مراف عشان آه ما يتعفرش وكده. فطبعا مش عارفه التراب ده بيجي منين والله يا حبايبي. طبعا حطيت معلقه ملح، وبعد كده حطيت شويه زيت في قاع العلبه دي. وبعد كده جبت بقى ايه هرست الشطه برضو، كنت مقلبه فيها الملح، وبعد كده حطيتها واحط على وشها شويه زيت واحطها في الفريزر وقت ما احتاج منها تبقى جاهزه تحت ايدي اجيب منها اعمل منها على طول. اه على الوش كده عشان بس ايه هي كده كده ما هتتحط في الفريزر تبقى متحافظ عليها جدا عن التلاجة. خلاص خلصت كده، وبعد كده حطيتها في الفريزر. وهروح زي ما انتوا شايفين كده الباميه على البوتاجاز اهي. التسبيكه كانت اتسبكت، وبعد كده حطيت الباميه. الصلصه حمرا جدا على فكره، بس الكاميرا اساسا مش مديها اللون الطبيعي بتاعها. طيب الباميه بتحطيها وتحطي ميتها معاها مره واحده اصلا. بعد كده بتسيبيها بقى براحتها كده، تحطي القعد بتاعها زي الرز كده. والسلام عليكم ورحمه